ايه التعليم، ايه الخطوات اللي اعملها علشان انقذ نفسي من الموت؟ قال له ما فيش حاجة تنقذك من الموت، ينبغي ان تولد ثانية، لازم تتولد ثاني. قال له يعني هروح ادخل بطن امي؟ قال له ما قلتلكش تتولد مرة تانية، تتولد ميلاد تاني يختلف عن الميلاد الاولاني. الميلاد الاولاني من لحم ومن دم ومشيئة رجل، اب وام ومشيئة جسد، لكن الولادة التانية من الله ولده، عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. عشان كده يعتق اولئك الذين خوفا من الموت، وحطها بين خطين، كانوا جميعهم، كل البشرية كل حياتهم تحت العبودية. اصل ما دام مولودين بالخطية يبقى ابليس بقى سيد، لانه حقا عشان يخلصنا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم. لما حب يخلصنا، لو كان اللي هيجي يخلصنا ما هواش انسان كان مسك نسل الملائكة، او كان مسك درجات الملائكة، الملاك فلان وبعد كده فلان والملاك فلان، لكن لا، ما مسكش الملائكة، مسك نسل إبراهيم. يعني ايه مسك نسل إبراهيم؟ يعني مشي بإبراهيم، وإبراهيم ده خلف ولدين، إسماعيل وإسحاق. قال له إسحاق. طب إسحاق خلف ولدين، عيسو ويعقوب. قال له يعقوب. طب يعقوب خلف 12 ولد. قال له يهوذا. طب يهوذا خلف فارس وزارح. قال له فارس. طب فارس خلف، فضل يمشي لغاية ما وصلنا إلى يسى، ومن يسى اللي ولد 7 قال داوود، وهو جه من نسل داوود. مسك سلسلة أنساب داوود، تلاقيها في إنجيل متى الإصحاح الأول لغاية ما وصل ليوسف الوارث الشرعي للعرش من نسل سليمان. يوسف النجار ابن يعقوب، أبوه برضه اسمه يعقوب، ده خاطب من مريم. ليه؟ عشان المسيح لما يتكتب مش هيتكتب ينسب لمريم، مش هيقولوا المسيح ابن مريم، لكن يسوع ابن يوسف، لأن لازم يكون له أب. فنسب شرعيا ليوسف يعني نسل الملك، لكن طبيعيا في إنجيل لوقا سلسلة الأنساب جه من هالي اللي هو يوقيم، ويوقيم ده أبو مريم. ولو مسكنا نسل هالي نطلع لفوق لغاية داوود نلاقيه جه من نسان ابن داوود مش سليمان. فطبيعيا من داوود عن طريق نسان، وشرعيا عن طريق يوسف اللي هو عن طريق سليمان، واتولد المسيح يسوع. وبعدين يقول لك يمسك نسل إبراهيم، ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. انت بتجوع هو يجوع، انت تعطش هو يعطش، انت تبكي هو يبكي، انت تفرح هو يفرح، انت تتألم هو يتألم، على طول كده، عشان يجرب العيشة بتاعتنا، عشان يجرب العيشة بتاعتنا.